السلسلة اللي انت لبستها دي هتنقلك بالزمن 3 مرات. حلو قوي بقى الكلام ده انا كده هرجع للزمن وافهم مادة التاريخ بنفسي واعرف بقى هم عملوا ايه. يلا نقلني، ما تنقلني الفايزة دي ولا ايه؟ طب يمكن كده. ايه ده؟ دي طلعت شغالة بجد. نابليون حتة واحدة. احس كده بقى يا عم نابليون، انا مش عايزك تزعل من اللي حصل في المنصورة، بس اديني اي حاجة والنبي كده الم بيها المنهج. ورقة بقى انا ضارب المشوار ده كله وصارف ومكلف وسلسلة بتسافر في الزمن عشان حتة ورقة؟ ماشي يا عم شكرا. انا تعبت منك. ايه ده؟ محمد علي مرة واحدة؟ والله ما حد مطلع عيني في المنهج الا انت. هات بقى اي حاجة بدل ما يحصل فيها زي اللي حصل في المماليك. ورقة ما انا كده هيحصل فيها زي اللي حصل في المماليك. شكرا سلام. يا ربي نهارك سعيد. والنبي بقى يا عم احمد اديني اي حاجة بقى عشان الحق الم المنهج. انا لسه جاي لك اقسم بالله من عند الخواجه نابليون اهو وعند عم محمد علي باشا، والاتنين مقضيينها معايا ورقه. انجزني بقى والنبي كده عشان الحق الم المنهج. الله يبارك لك. ورقه تاني؟ هو حكايه الورقه معاكوا يا عم؟ ماشي. يس اخيرا بقى هنشوف الورق ده بيقول ايه. ايه ده؟ ياسين مين؟ أنا هقول لك هو مين. العملاق ياسين سليمان هيشرح لك مادة التاريخ كأنك معاهم في الحدث. كل اللي عليك هترن على الأرقام دي. ياسين سليمان عملاق التاريخ. طب ما كمل قوي.